السلام عليكم، مرحبا بكم على قناتي. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح نشارك معكم وصفة صابلي بذوق الليمون، اقتصادية وسهلة التحضير وتعطيك كمية مليحة. يلا تبعوا معايا. واش نحتاجوا لهذا الحلوى؟ نحتاجوا حوالي 500 غرام فارينة، سكر ناعم من 200 غرام حتى ل 250 غرام، نص كاس مايزينا، فلون بذوق الليمون حوالي 50 غرام، باكي خمارة الحلوى، 250 غرام مارغرين، 3 صفار بيض وبيضة كاملة. نحتاج ايضا معجون المشماش، عطر الليمون. انا راح نستعمل هاد لاباط اغومي تعطينا اللون والذوق. وللتزيين راح نستعمل نواة كوكو بلون وعطر الليمون. وبالنسبه لتلوين وتعطير نواة كوكو تصيبوا رابط الفيديو في اول تعليق. راح نستعمل ايضا للتزيين ورود بيضاء والورقه الذهبيه. ودرك نجيو لطريقه التحضير. نجيب ريسيبيون نحط فيه المارغرين، نزيد البيض والسكر الناعم وزوج مغارف صغار من ملون ومعطر تاع الليمون ونخلطهم مع بعض. نخلطهم بالفوي ولا الباتور، وبعدها نضيف الفلون بذوق الليمون ونخلط بالفوي. راح الفلون يندمج مع المكونات بسهوله لانه المارغرين تاعنا كانت بدرجه حراره الغرفه. ودوك نضيف المايزينا ونخلط بالفوي، وبعدها نضيف الفارينه وخماره الحلوى ونلموا العجينه تاعنا. ما نعجنوش، نلموا فقط بهذا الشكل. العجينه تاعنا تكون طريه، هذا هو قوام العجين بعد ما لميناه. نحطوها في ساشي باش ما تنشفش. ودرك نبداو في تشكيل الحلوى. نحتاج كوبات وهذا ليمول، انا راح نستعمل 4 اشكال. ونحتاج ايضا نقاش. ناخذ كميه من العجين نحلها بالرولو فوق بابي كويسون بسمك 3 ملم، ونبدأ نقطع فيها بهذا المول. شكله مستطيل. نرفد حبة الحلوى بالكوبات ونزينها بالنقاش بهذه الطريقة ونحطها في الصينية كما راكم تشوفوا. حبة نزينوها بالنقاش وحبة نخليوها سامبل خاطر راح نلصقوا 2 حبات مع بعضهم بالمعجون. وهنا راني نخدم بالمول على شكل قلب. راح نتبعوا نفس الطريقة ونزينوا بالنقاش بهذا الشكل حتى نكمل كامل كمية العجين اللي عندي. ندخله للفرن، طبعا كنت سخنته من قبل. نخليه يطيب، ما راحش ياخذ وقت بزاف، يعني راح يدي 10 دقائق ربع ساعة وماكسيموم. هنا بعد ما طاب الصابلي خرجته، طبعا نخليوه حتى يبرد باش نبداو نلصقوا في الحبات مع بعضهم بالمعجون. راح نستعمل معجون المشماش، نضيف له ملعقة ونص من لاباط اغومي تاع الليمون ونخلطه بهذا الشكل. نخدم بالبانسو، نحكم حبة صابلي سامبل ما زينتهاش بالنقاش، ندهنها بالمعجون ونجيب حبة صابلي واحدة اخرى مزينتها بالنقاش ونلصقهم مع بعض. نزيد ندهن وجه الحلوى في الجهة اللي ماهيش مزينة بالنقاش ونرش عليها نواة كوكو بهذه الطريقة حتى نكمل كامل الحلوى اللي عندي. وهذا هو الشكل النهائي للحلوى. طبعا زدت زينتها بالورد وقطع من الورقة الذهبية. والتزيين دائما يبقى اختياري وعلى حسب الشيء اللي متوفر عندك وعلى حسب الذوق ايضا. كانت هذه وصفتنا لنهار اليوم، نتمنى تكون نالت اعجابكم. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، ودمتم سالمين.